امبارح كنت في حفلة عمر خيرت. ابويا عمل لي مفاجأة لأول مرة في حياته وجاب لي تذكرتين للحفلة بمناسبة عيد ميلادي المنتظر. انا مش عارفه هو جابهم ازاي ومش عايزه اعرف، يعني عشان انا عارفه قد ايه هي صعبه جدا ان انت تجيب تذكرتين لحفلات عمر خيرت في المطلق. المهم، تزينت ولبست ابهى ملابسي والحمد لله وصلت وقعدت في المسرح. وبعد ما قعدت لقيت ست في اوائل الاربعينات على ما اظن، شكلها تعبان جدا، وصلت ومعاها بناتها الاتنين اللي هم اقرب ما يكونوا لعمري لسني انا. بيسندوها عشان تطلع السلمتين اللي جوه المسرح. الحقيقه انا مش عارفه اسم المرض، لكن اللي هو لما ما بتكونش قادر انك تتحكم في حركه رجلك والريفلكسس بتاعتها، وبتاخد وقت عشان تتحرك. حاولت ما تنحش عشان اولا عيب، ثانيا هو اصلا ما فيش سبب يستدعيني اني اتنح. بس شد انتباهي جدا نظره بناتها. عارفين اللي هو نظره من الحب والألم والخوف، ويمكن في لحظات غصب عنهم، ولأنها النفس البشرية نظرة إحراج، إنها يمكن بسبب بطئها معطلة ناس عايزة تجري من وراها وتطلع بسرعة تقعد في كرسيها. قد إيه ساعتها حسيت وقدرت شجاعة الست دي، الأم دي، وقوة البنات. قد ايه هي قوية وقررت تنزل وتعيش وتمارس حياتها بطبيعية، وتروح حفلات وتستمتع بالحياة على الرغم من المرض، على الرغم من نظرات حتى الناس سواء المشفقة أو المتأففة، عشان تثبت لي للمرة المليون إن العجز عمره ما كان عجز الجسد. العجز دايما عجز الروح اللي اختارت ما تعافرش وترضى.